يس. كده طلعنا لايف. فهمي رسمي نظمي. ثانية بس، اوكي. أنا هعمل ده هوست. اوكي. يس. ونعمل ليفينج من هنا. اهلا اهلا اهلا. بس مش سامعه لا صوتك. انا طبعا طالعه لي ايوه كده كده لايف فهمي رسمي نظمي. زي الفل. بنجهز اللقاء ده بقالنا كتير ولازم نظبطه الاداء، وبما ان احنا كمان متاخرين للاسف بسبب تقنيات عندي على اللابتوب، وانا اسف والله بعتذر عن التاخير العظيم ده. ولكن لا لازم نبتدي بقى بدايه عظيمه. لا انت واخد كميه شهادات على شويه علم على تقل خبره. لا انا دماغي بتعمل لا لا كده وانا بتكلم معاكي. ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا. النقطه الثانيه ان سبحان الله، عكس ما ناس كتير قوي فاهمه ان الواحد بيتجه للعلم وبيتجه لكل حاجة عشان خاطر هو عايز. لا، ساعات ربنا بيكون بيحبه، وده كلام ممكن يكون غريب شوية لناس كتير. ان ساعات الابتلاءات الواحد بيعدي بيها بتبقى هي بداية الحركة الحقيقية من اللي بيسميها الكومفورت زون ومنطقة الراحة. احنا متعودين على نمط معين، عايشه. انا النهاردة بس. تمام. فالنهاردة دي عاش البداية. احلى جملتين فيهم. ف آه يعني احنا دلوقتي، انا مش عارفة احنا لايف دلوقتي اساسا. يس. يس. اوكي يس. تمام. طيب ده انا قلت الكلام ده انا كنت بدردش معاكي بس ما علينا. لا بس تمام. عايزه اقول لك قلتي جملتين فيهم الخلاصه. الناس بتبقى متخيله فعلا انه الازمات دي ما بتعملش مننا حاجه، بس هي بتصنع مننا احسن صوره مننا. صحيح صحيح. لو الواحد تقبلها وعنده وكان على يقين ان ربنا ملوش غير كل خير، مهما كانت الحاجه صعبه ومهما كانت الابتلاء صعب. ما هو ابتلاء يعني ابتلاء، فهو ابتلاء واختبار، فهو صعب، فهو مش حاجه سهله. بس هو اللي بيعمله لاحظته ان هو بيخرج البني ادم من منطقه الراحه، وخروج اي بني ادم من منطقه الراحه بتاعته فعلا هي اللي بتبتدي تخلق عنده زي انماط جديده وتفكير جديد ومعتقدات جديده. وممكن يدمر فيها معتقدات قديمه كانت موقفه كتير، ويبتدي يكتشف في نفسه امكانيات. انا اكتشفت في نفسي حاجات عمري ما كنت اتخيل انها موجوده. سبحان الله، بعد ما حصلت لي الابتلاءات دي وابتديت ادرس، ايه ده؟ لا، ايه ده؟ انا كويسه، انا اهو، ده في دماغ ما شاء الله، ده في مش عارفه ايه، ده الدنيا تمام يعني الحمد لله. ف يعني دي كانت البدايه. بدايتي كانت في النقطه بقى بالنسبه للاولاد، كانت مع اولادي. انا مش اقول ان انا كنت بني ادمه اللي هي ماشيه على الكتاب زي ما بيقول، بفتح الكتاب بيقول كذا هعمل كذا، الكتاب بيقول كذا هعمل كذا. وكان مرجعي الاساسي كان الكتاب. انا بالنسبه لي كتاب الدين اللي هو الشرعي اللي هو اللي ربنا بيقوله. مع الاسف احنا برضو حتى في اللي ربنا بيقوله كان عندنا مش هقول قصور في الفهم، بس ده نتيجه ان احنا غصب عننا ده كان فهمنا. احنا ناس كتير بتبقى فاهمه انها فاهمه، ما بتبقاش عارفه انها مش فاهمه. فبالتالي لما جيت اطبق حاجات طبقتها، ممكن اقول بشده قوي، بطريقه ممكن تكون خانقه. لما اولادي بدوا يكبروا ابتديت اكتشف ايه ده، ايه الكلام ده. ومن هنا ابتديت ادرس وابتديت اتعلم حاجات كتيره جدا. واظن ده محور حلقتنا النهارده، صح كده؟ انت الحد الوحيد اللي قال لي تايتل وكتبته زي ما هو من غير اي اديتنج. قالوا لي انا كده عشان هم قالوا لي. عايزه اقول صحيح. لك كاتشي قوي، وعايزه استوعب يعني انا كده عشان هم قالوا لي. ندي امثال، لان المثل دايما بيقرب الحاجه قوي للناس. تعالي النهارده يلا. الطفل صغير وعنده سنتين ثلاثه، كل ما يعمل حاجه دي لا لا لا، خلاص. فانت قلتي له لا 3000 مره، وبعدين جه لما هو اعترض على حاجه فقال لك لا، قلتي له عيب، ما حدش يقول لا. انت عملتي ايه في الطفل ده؟ عملتي حاجتين. انت عملتي تصرف الاول، فالطفل ده خده على ان التصرف ده ما فيهوش مشكله، وان هو لما يحب يعبر عن رفضه لحاجه يقول لا.
وبعدين سحبتي منه الحق ده، فقلت له عيب تقول لا، ما ينفعش تقول لا. اما بيكبر الطفل ده نتيجته ايه في الاخر؟ بتبقى مع الاسف حدوده مستباح، بيبقى مستنزف، ما ينفعش يقول لا لاي حد، ما ينفعش يتكلم مع اي حد ويعترض على اي حاجه، لان هو اتسحب منه الحق ده من وهو صغير. فالنهارده طلع كبر ما ينفعش يقول لا، واكتشف ان هو ممكن يقول لا. بس لما ابتدى يقول لا في الاول بتدربيه، فبتلاقي لا عنيفه جدا، لان لا دي بقى لها كام سنه ما بتتقالش. انما لو احنا دربنا من الطفل من صغير ازاي تعترض، ازاي تعبر، ازاي تتكلم، اكيد هتبقى النتيجه مختلفه تماما. ندي مثل تاني بالنسبه للبنت. اسمع كتير قوي حتى مع البنات: بنت بلاش تقعدي قدام المرايه، بنت كفايه تسريح في شعرك، بنت كفايه مش عارفه ايه، اه ابعدي تحطي ميك اب مش عارفه ايه، ما تلعبيش في الحاجات دي، عيب 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 البنت تبقى استرجلي انشافي. بتتقال كم مره الكلمه دي للبنت؟ 3000 مره. تلاقي البنت كبرت ب 100 راجل، ما شاء الله، ب 100 راجل. وبعدين البنت حضرتك بعد 25 خدمه كراجل يجوا يقولوا لها ايه؟ العريس جه، عايزينك بقى انثى، ست بقى. هي يعني ايه ست اساسا؟ هو يعني ايه ست؟ هو يعني ايه انثى؟ انا اساسا نسيت المصطلح ده من ساعه ما اتولدت وانا بكبر عليه. ويبتدي تحصل مشاكل زوجيه وفي العلاقات الزوجيه، وتلاقي الراجل بيشتكي: هي ما بتدلعش، هي مش عارفه ايه، هي ناشفه معايا قوي. ما حضرتك هي مش ناشفه معاك قوي، هي ناشفه طول عمرها. انت جاي تطريها دلوقتي. فهي محتاجه النهارده ان انا اظبط الحته دي، بين ان انا اوضح لها ده واوضح لها ده. فالمفروض النهارده اقول لها امتى تنشف وامتى تطرى. ما ينفعش قاعده في البيت طول الوقت ناشفه واجي اقول لها ايه؟ لا انا عايزه انا شايفها نشفها بره، وهي بتتعامل مع الناس، مش عايزه تبقى دلوعه مرقوعه، الكلام ده مفهوم. انما جوه البيت لا، انا عايزه دلوعه وميصه ودمها خفيف وبتضحك ورايقه، الطاقه الانثويه. نتيجه بقى العك ده كله ابتدى يحصل عدم التوازن اللي احنا بنشوفه دلوقتي في الشخصيات بعد ما تكبر. تلاقي بقى ايه؟ مربط الفرس هنا الطاقه الانثويه والطاقه الذكوريه بتاعت الايه؟ الراجل والست. ما هو النهارده اللي اتسلب منه كل حق ان هو يتكلم ابتدى يخش في دور الضحيه، وانا ما بعرفش اتكلم، ابتدى يخش في حته تاني قوي، وان هو انا مغلوب على امري، فبدا كراجل يخش في دور الست. الست هي اللي بتبقى المفروض النهارده 30% طاقه ذكوريه و70% طاقه انثويه. الطاقه الانثويه قايمه على الاخذ، ان هي بتاخد، عكس ما ستات كتيره فاهمه. الست بتدي، بس بتدي عطاء مادي. كل ده بقى من وانت صغير. ما تديش الست الست بتدي عطاء عطاء مادي، نفسي بتدي عطاء معنوي نفسي. معنوي. ايوه معنوي مش اسفه. مادي. فاهم؟ الراجل بيدي عطاء مادي يعني ملموس، انما الست بقى هي بتاعت الدلع والحنيه والكلام ده كله. كل ده من وانا صغير. لما انا النهارده من وانا صغير يقولوا لي لا عكس كده، انا هطلع زي ما هم قالوا لي. خلاص بقى معتقد، واتربت المعتقدات واتربت فوق بعضها وطلعت لحد ما وصلت لما كبرت كده. تمام. فعشان كده بنقول ايه؟ انا كده عشان هم قالوا لي. النقطه التانيه بقى المهمه جدا، انا مش شرط اعمل كل ده، بس انا النهارده اهالي بترتكب غلط. انا ممكن اكون ارتكبته في وقت من الاوقات، وبعدين ابتديت ادرك ان الكلام ده غلط. مثلا ايه؟ يحصل حاجه: اصل انت غبي، اصل انت حمار، اصل انت ما بتفهمش. لما النهارده بلزق صفه الشخص او المخاطب بالفعل، فانا كده لزقته في الهويه بتاعته. يعني هو دلوقتي انا برسخ في دماغ الطفل ان انت مهما عملت فانت بني ادم غبي، مهما جبت نمر انت ستيل غبي، مهما اتصرفت صح انت برضو غبي. ده هيفضل يحبط فيه مهما حاول، وهيحاول يعمل ايه بقى؟ سبق مع نفسه وسبق مع الناس اللي حواليه عشان اثبت ان انا كويس، انا اثبت ان انا مش غبي. صح. انما النهارده انا لو عايز اعمل كده، انا محتاجه النهارده افصل شخصيه الطفل وهويته عن تصرفاته وافعاله. اتصرفت تصرف غلط، مش انت غلط، اتصرفت تصرف غبي. ولو ان انا ضد المصطلح ده، ان النهارده لما استخدم كلام مع الاولاد لازم اخد بالي. اتصرفت تصرف كان ممكن تتصرف احسن منه، بدل غبي. يعني اللفظ، الكلمه تفرق جامد جدا مع اولادنا.
النهارده وبتترسخ فيهم. وعلى فكره الناس كتير مش فاهمه قد ايه هم رول موديل بالنسبه لاولادهم. الام والاب دول حاجه ربنا خالق بالنسبه للطفل حاجه كبيره قوي. دول العالم بتاعه، دول العالم اللي بيقلده واللي بياخد منه واللي بياخد منه كل شخصيته وبتتبنى منه. فلو النهارده الطفل ده طلع لا العالم ده مهزوز، الطفل هيطلع مهزوز. لو طلع العالم ده اصلا ما عندوش ثقه فيه، هيطلع ما عندوش ثقه في نفسه. هو مرايته مع شاء ام ابى. ممكن احول ده، ممكن النهارده انا لو ادركت ان انا عندي مشكله لما اكبر هحاول اصلحها، وعندي 3000 طريقه اصلحها بيها. انما الطفل الصغير ده فعلا ما يقدرش يصلح الكلام ده، هو بيستقبل بس سفنجه. تمام. النهارده مش شرط اللغه، يعني ممكن يكون الكلام بس، ممكن النهارده ايه الايماءات. انا ساعات مثلا ايه اشوف اقول لهم بطلوا تريقه على اولادكم حتى لو بهزار. يعني تيجي البنت مثلا مش عارفه عامله تسريحه مش احسن حاجه، بس بقول ايه، بصوا ماشيه ازاي بقى متقلطه بالتسريحه بتاعتها كانها حاجه فظيعه دي امها. اللي هو انت واخده بالك انت بتعملي ايه؟ انت بتتريقي عليها قدامنا. حتى لو هي بتبقى عامله، يا ستي اكذبي جامليها. لك لا، ما انا مش عايزاها لحسن تفتكر. هي مش هتفتكر على فكره. جامليها قدامنا وبينك وبينها تكلميها، بس ما تكسريهاش. او حتى يا ستي فلتقل خيرا او ليصمت. اسكتي صح. خالص، ما تتكلميش. مش عاجبك اللي هي عاملاه ما تتكلميش، بس ما تتريقيش عليه. انك انت ظهرها وسندها، او انت ظهرها، انت كأب ظهر لاولادك وسندهم. لو انت هتتريق عليهم وتتكلم عليهم بالطريقه دي، طب سبت لهم مين؟ سبت لهم ايه؟ فطبعا النهارده بتتدرج الولاد تطلع في الاخر شخص يقول لك الشخصيات طلعت مشوهه. طبعا بصي، انا النهارده لما اجي افكر برضو الاب والام، هفترض دايما حسن النيه ان هم ما كانوش قصدهم يأذوا ولادهم، ده اكيد. بس ممكن النهارده آه، احنا لما نيجي نخش شغلانه او نيجي نشتغل او نفتح شركه او نفتح اي شغل، بنعمل دراسات قد كده وبنقرا قد كده وبنسال 3000 حد. لا، خايفين على القرش، خايفين على صح. الفلوس اللي هي في صح. الاخر ماده بتروح وبتيجي. طب ولادنا مش اولى بده؟ ليه انا اكيد. ما اقراش؟ ليه انا ما اسالش؟ ليه انا ما اروحش اتعلم ازاي اتعامل مع اولادي كأب وكأم الاثنين؟ ما فيش حد طلع يقول لك انا اب بالفطره انا ام بالفطره. يا سلام. طب اشمعنى لما بتخش شركه ولا بتروح تشتغل تبني عماره ما بتبناش بالفطره؟ لا، أصل دي ليها اصول. ايوه، انت بتستثمر في ايه؟ بتستثمر في حاجه ماده. لما تستثمر في انسان مش هتبذل المجهود ده. بدل انت قررت انك تاخد على طاقه انك انت تخلف، وشايف ان دي حاجه انت هتقرب بيها لربنا، او وات ايفر المعاني اللي حاططها، يبقى من الاخر استثمر بقى في الوقت ده، اتعلم. ده ابسط حاجه، ابسط حقوق ولادك عليك. النظره اللي بيبصها الولاد للاب والام حقيقي نظره مهيبه. انا بيصعب عليا قوي النهارده لما ابص للطفل والاقيه بيبص لمامته وباباه بنظره خوف. انا هاخد الامان منين؟ ده انا باخد امان منهم. يعني انا لسه مش مدرك، الطفل الصغير مبقاش مدرك لوجود ربنا سبحانه وتعالى. اللي عنده سنه ولا سنتين بياخد الامان من مين؟ من من الاب الاب والام. والام. بياخد الثقه منين؟ من الاب والام. كل حاجه بياخدها من الاب والام. فانتوا المصدر الاساسي لتكوين البني ادم ده. فانا شايفه صح. انها امانه كبيره قوي. امانه، ومحتاجين ان احنا نستعد لها و... ونقرا عنها ونتعلم عنها. لان انا في المجال ده كل ما بقرا فيه حاجه انا بحس ان انا بحر، يعني بقرا نقطه في بحر. مهما اتعلمت حاجه بحس اني لسه ما اتعلمتش. مهما ذاكرت، مهما اخدت كورسات، مهما اخدت من شهادات، بحس انه لا، لسه كتير. ف... فاحسن وافضل واقوى استثمار ممكن نقدر نعمله هو استثمارنا في ولادنا. ده حقيقي، ده حقيقي. وبعدين في نقطة برضو، يعني الأهالي أنا بيصعب عليا فيها. النهاردة مثلا الأم بتبقى شايفة إن عملت استثمار جامد قوي في ولادها، والأب عمل استثمار جامد قوي في ولاده. بعدين بيفاجأ مثلا بجحود الأولاد أو بنكرانهم أو بعلاقاتهم الجافة معاهم. معلش يعني، أنا النهاردة لما خلفت ولادي ما خلفتهمش عشان دول بتوعي. لا لا، معلش، هنا لازم بس وقفة. دول بتوع ربنا نعم. سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. أمانة عندنا.
النقطة التانية، وأن ليس الإنسان إلا إيه ما سعى. مثلا. بس إحنا علينا السعي. يعني إحنا طالما النهاردة بنجتهد ربنا هيوفق، ربنا مش خلينا عشان يعذبنا، ربنا هيوفق. وللسعي سوف يرى، يعني انت سعي كمان ربنا هيوريهولك، هيشوف نتيجتي، هتشوفي كمان نتيجته دلوقتي وقدام وبعدين شويه. يعني الناس اللي بتقول انا لسه هربي دلوقتي واشوف نتيجه كمان 10 15 سنه، لا على فكره، انت عايزه هتشوفي نتيجه بعد 10 15 سنه، بس اكشلي وانت ماشيه بتشوفي اثر تعبك ومجهودك واستثمارك ده في ولادك. بتشوفيه في موقف انت بتزبهلي منه، بتبقي متفاجئه ومش مصدقه، ده بيبقى اكبر احساس في الدنيا، بتبقي مش مصدقه نفسك ان انت زرعتي البذره دي وسقيتيها كل يوم بحب وعطف وحنان واهتمام وتربيه ورعايه. في حاجه ما كنتيش تبقي متوقعاها، وحاجه خرجت بره نطاق التوقعات بتاعتك. هي دي الاثر، هو ده اللي سوف يرى، يعني هو ده السعي اللي انت هتشوفيه، انت مش هتشوفيه، لا هتشوفيه. وهتشوفيه في حاجات تانية برضو. عارفة يا روح هتشوفيه في إيه؟ هتشوفيه في السكينة اللي ربنا ينزلها عليكي لما يحصل موقف يبقى أكبر من استيعابك. هتشوفيه في البركة اللي هتبقى في حياتك، هتشوفيه في السلام اللي هتحسي بيه. صح. مش شرط تشوفيه حتى في أثر حاجة قدامك مادية، بس هتشوفيه في حاجات تانية كتير. صح. ممكن ما يبقاش الواحد شايفها دلوقتي ولا مقدر قيمتها. يعني النهارده لما تيجي تقولي مثلا واحد، ابنك ممكن يتمرد عليك فترة المراهقة، يتمرد بعد كل اللي عمل، يتمرد، وعلى فكرة حقه انه يتمرد. ربنا سبحانه وتعالى ادى للبني ادم الحق ده، مع الاسف اداله البني ادم، اداله الحق ده، البني ادم اساء التصرف. قال لك ايه؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو هل في تشويس في حاجه زي كده؟ ربنا ساب له التشويس، مع ان الصح ايه؟ ان هو يؤمن. فالنهارده انت بتربي ولادك وعارفه ان ده الصح، هتشوفي ده، بتطلبي دايما من ربنا يردهم مردا جميلا اليه، مش اليكي، اليكي. عاش. عاش، احلى كلام سمعته. فهي دي تسلم لسانك. اللي بدايه زي ما تقولي ايه، يعني استقرار الامور او استقرار الطريق لينا، عشان نبتدي واحنا بنربي ولادنا نبقى نيتنا في الاول ان هم بتوعك يا رب. دي اول حاجه. افكر كويس قوي في الكلمه اللي بقولها، محتاجه ان انا ابقى واخده بالي كويس جدا بقول لاولادي ايه. على فكره مش عيب، اصل يقول لك الناس انا هقعد بقى ادقق في كل كلمه. خلاص غلطت مفيش مشكله. اللي بيغلط بيعمل ايه؟ مش بيستغفر، يبقى يعتذر. انا غلطت معلش، انا حقك عليا. لما الولاد بيركبوا عليا كده وبيتنططوا عليا بعد كده، انت بتعلمهم الصح حتى لو اتنططوا. لا، في العقل اللاواعي بتاعهم استعرفوا ان انا من حقي اغلط، ولما اغلط من حقي اصلح غلطي، ولما اصلح غلطي من حقي ان هو يقبل او ما يقبلش. مش مهم، بس انا عملت اللي عليا. يعني سواء قبل او ما قبل انا عملت اللي عليا. صح. فبشيل بربي. انت النهارده شغلتي كأب وكأم ان انا بربي. مادام بربي هتربى وانا بربي. على فكره الكلمه دي سمعتها مره فعلا، كان من مسلسل بتاع ونيس. انا كنت بحب المسلسل ده قوي على فكره. انا من ضمن الناس اللي اتربت على بس الست اجزاء بتوعه. الكلمه الرئيسيه اللي سمعتها، وجدنا اننا عندما نربي ابناءنا فاننا نربي انفسنا. ده حقيقي. لو احنا عايزين مربط الفرس لازم احنا محتاجين نكون القدوه في كل حاجه. انا عايزه ابني يعمل كده، ما هو ساعات الولاد تطلع تعمل عكس ما انا عايزه او عكس ما انا شايفه. على فكره من حقهم يعيشوا حياتهم بوجهه نظرهم، از لونج ان هم ما بيعملوش ايه، ان هم ما بيعملوش حاجه تغضب ربنا او تاذيهم شخصيا. هنا في تدخل اخر تماما. احنا بنتكلم النهارده على الحاجات اللي ما فيهاش ضرر. يعني النهارده عايز يلبس شورت، الشورت ده مش ماشي مع البلوزه دي، مش مهم نلبسهم طالما مصر عليه. بس منظره ده يخصه. هو النهارده لما الناس هتقول له مره والتانيه ايه اللبس ده، ايه ده مش ماشي مع ده، او حد اتريق عليه تيجي يراجع. بس انا النهارده ليا النصيحه، خلي بالك الشورت ده مش ماشي قوي مع التيشيرت ده، ممكن يبقى فيه اختيار احسن. لا يا ماما انا عاجبني ده. ماشي يا حبيبي، انا اديت نصيحه، ياخدها او ما ياخدهاش. انما لو لا قدر الله في حاجه ضرر، لا تعالى هنا، لا هنا في وقفه. وساعتها على فكره الطفل هيقول امين، حتى لو غصب عنه هيقول امين، وهي جواه من جوه نفسه هيبقى عنده ثقه 1000% ان الاب والام بيعملوا ده عشان مصلحته هو، حتى لو كان ضد رغبته. صح. صح. تمام.
صح جدا جدا. فده بالنسبة الولاد. فاحنا محتاجين يعني زي ما نقول ايه، نبقى حنينين على ولادنا. مش هندلعهم الدلع المرق، هنحملهم مسؤولية. وانا على فكرة مع تحميل مسؤولية الطفل من صغره. عشان يعني في ناس كتير تقول لك لا سوسو صغير. لا، هو صغير له مسؤولية على قده، له مسؤولية على قده. وعلى فكرة مش معنى المسؤولية النهاردة ان انا هفضل الومه مرارا وتكرارا على عدم عمل. مثلا ايه، رتب اوضتك. لا، انا في الاول محتاجة اخش ارتب معاه اوضته، اساعده الاول واوريه ازاي يرتب اوضته. طب هو ما رتبهاش، على فكرة ساعات الولاد بتبقى مرتبة جدا، وتيجي فترة من فترات حياتها بتقوم مكركبة الأوضة كلها على بعض، والاهالي تتنطط تتنطط، انا ما ربيتش انا ما ربيتش على فكره لا. دي فتره مثلا من فترات المراهقه اللي معروفه باسم الفوضى. بيحصل لهم حاله فوضى، لان هم فعلا افكارهم كلها بتبقى حاله فوضى، والاوضه صح. بتبقى انعكاس لافكارهم. فهم بيبقوا محتاجين هم اللي يرتبوا ده. فالنهارده انا محتاجه النهارده ان انا هنصح، بس مش هتخانق، مش هزعق، مش هفضل في الراحه وفي الجايه قرفانه منهم عشان ما رتبوش الاوضه بتاعتهم. محتاجه شويه تقبل لحاجات اللي اختلفنا مع بعض. فكل حاجه من دي ليها قصه. مش عايزين نطلع بره موضوعنا قوي. ده بالنسبه لايه، لبدايه احنا قلنا بنتكلم بالنسبه انا هم عشان كده، عشان هم قالوا لي. انا معاكي، بس انت حطيتي دلوقتي البنية الأساسية، او حطيتي المحور الأساسي اللي يساعد اي ام او اي اب في رحلة التربية ممكن يعمل ايه مع اي تشالنج او اي ستراجل هو بيقف فيه. فانت قلتي الحل لجميع المشاكل في جميع المراحل العمرية: التقبل. تقبل ان احنا مختلفين، وعلشان ادربه على سكيلز معينة محتاجة ان انا اوري له الحاجة دي بتتعمل ازاي، واسيبه يجرب قدامي لغاية بعد كده ما اسيبه هو يعملها لوحده، وابقى متقبلة ان هيبقى في شوية اختلافات بيني وبينه، ودي بتتحل مع الوقت ما دام البنية الأساسية فيها تواصل وفيها احترام. بالظبط بالظبط، انا محتاجه اسمع ولادي، لان حتى في حاجات ومحتاجه اوصل نقطه كومبرومايز، يعني نقطه تفاوض. مش شرط كل حاجه تمشي زي ما انا عايزه. هم ليهم دماغهم وليهم فكرهم، وبعدين انا لو هعدهم النهارده اساعدهم عشان يقابلوا الحياه، محتاجه ان هم يبقى عندهم شويه لخبطه. يعني هي اللخبطه زي ما قلنا من الاول، ان منطقه الراحه، خروجنا من منطقه الراحه هي اللي بتخلي تبتدي تصنع شخصياتنا ومعتقداتنا وافكارنا. فالنهارده لا، يغلطوا يتعلموا من غلطهم، وانا جنبهم سند ودعم في غلطهم. مش بقول لهم برافو انكم غلطتوا، بس انتوا غلطتوا، هنصلح الغلط ده ازاي. عايش. مش هنقعد عايش بقى هو ده نعمل الصح. لهم المشنقه. لان انا بيصعب عليا العيال النهارده، اصل بابا وماما بيسمعوش، ولو غلطنا بتبقى اخر الدنيا خلاص كده. فطبعا النهارده لما يبقى النهارده الطفل هيغلط وعارف ان لما يغلط هتعلق له المشنقه، لا الموضوع صعب قوي. لان هو مره ورا التانيه حاجه يبتدي يخبي، يبتدي يكذب. وبصي بقى كل حاجه هتطلع من النهارده يعني كل تصرف مبني عليه عده تصرفات، وفي الاخر بتطلع شخصيه. عشان صح. كده بتلاقي في الاخر طلع شخصيات مشوهه. صح. صح. حلوة قوي فكرة ان انا كده عشان هم قالوا لي. يبقى انا لو انا عايزة اراجع تصرفات ابني، اراجع كلامي وسلوكي معاه. بالظبط كده، بالظبط. ده حلو مربط قوي. الفرس. حلق كسر الدايرة دي فيا انا. صحيح. وانا عاده هايل. لما كانوا يجوا لي يقول لي مثلا الولد البنت الكلام ده كله، بنسبه 95% بيبقى الاهل هم السبب. مش السبب بقصد على فكره، بالعكس الاهل النهارده اللي النهارده بيجي يجيب ابنه عشان خاطر عايز يعرف ايه المشكله، ده اب وام مهتمين لاولادهم، بس مش عارفين ايه اللي حصل. وده ما فيهوش حاجه تعبهم على فكره، بالعكس هم نيتهم كويسه. بس ممكن النهارده التطبيق محتاج يبقى بطريقه مختلفه، استيعاب امور محتاج يبقى بطريقه مختلفه. احنا محتاجين نتغير بطريقه مختلفه، بس مش اكتر. وعلى فكرة دي سنة الكون، التغيير، مفيش حاجة ثابتة. الثبات في التغيير. صح. صح. طب بما ان احنا اتكلمنا عن اول محور وهو تكوين الهوية، عن تكوين هوية ولادنا عن طريقنا، تاني محور بقى، وده هيبقى فيه جدل رهيب عظيم ملوش نهاية، واستر يا اللي بتستر، ألا وهو تأثير الخلافات الزوجية على الأبناء.
انا وانتي لما كنا بنتكلم في اللقطه دي احنا عارفين احنا داخلين، عارفه اللي هو العرين الاسد زي ما بيقولوا، ربنا اه يستر. بالظبط. اشد بيه. انا سايبه لك الحته دي بصي هو ملعقه. يعني برضو نيجي طيب هو عامة الخلافات ما فيهاش مشكلة، بالعكس يعني عكس ما ناس كتير قوي فاهمة، او ان انا بقول الجواز اللي من غير خلافات ده هو ده الجواز السعيد الصالح النافع التمام. لا، الجواز من غير خلافات ده بنسبة كبيرة قوي ده جواز عارفة زي زمان كانوا يدونا مثل يقول لنا ايه، القلب طالع ونازل، لو القلب وقف يبقى الدنيا ماتت. ده الجواز اللي من صح. غير خلافات كده مات. عكس ما الناس فاهمه، النقطه مش في الخلافات، النقطه في كيفيه اداره الخلافات، النقطه صح. في كيفيه استيعاب الخلافات، النقطه من الاخر في ادب الاختلاف. عايش. انا هختلف معاك، احنا من حقنا نختلف على فكره، انا اقول وجهه نظري وجهه نظرك ونوصل ما نوصلش لحل، بس ما تتحولش ان احنا نغلط في بعض، ما تحولش ان احنا نقل من احترامنا لبعض. قولي. كنت عايزه اقول بوينت دايما بركز عليها، ان الاختلاف ما يتحولش لخلاف. يعني بالظبط نختلف، كده. نقول بالظبط وجهات كده. نظرنا، وابقى معترضه ومن حقي ان وجهه نظر. ودايما حتى بقولها، بس ما بحبش اتك عليها لاني بحس ان انا مختلفه في الحته دي، فالناس بتحب تهاجم. اكشلي بحس ان اختلافاتنا في البيت، ان الطفل لما بيشوف ان في وجهات نظر مختلفه، هو ده رول موديل صغنن من الحياه بره. فانت بتهيئيه انه لما هيطلع للحياه بره، هو هيشوف ناس مختلفه عنه، هيتعلم ازاي فن اداره اختلاف مع الناس المحيطة بيه، سواء زمايله في الشغل، صحابه في النوادي، في التمرينات، في المدرسة، مع زوجته، مع ولاده. هيتعلمها ازاي ما دام ما اتعلمهاش عندي في بيتي، وشايف ان احنا بنختلف وبنتخانق، ولا انا معترضة، لا انت معترض، لا انت اللي معترضة، بس ما يوصلش ان يبقى فيه تجاوز واهانة. هي دي الحتة اللي أنا بقول فيها دايما صحيح. بركز عليها، الاختلاف ما يتحولش لخلاف. بحس اني صحيح. بديله كده صورة مصغرة من الحياة بره. بالظبط. بس احنا عايزين نتفق على حاجه، انا هنا مش هتكلم على الاب والام، ومش هتكلم على الخلافات الزوجيه، هتكلم على اوكي. الطفل. احنا مركزين في الحلقه دي على الطفل. اوكي. الطفل وهو بيتفرج على الخناقه بين بابا وماما، رعب، رعب بالنسبه له. خناقه مش اختلاف. الاختلاف ما عندوش مشكله فيه، لان الاختلاف ده معناه ان احنا بنتكلم وبنتناقش، فالكلام رايح جاي فمفيش مشكله. امتى اتقلب لخلاف؟ اما التون يبتدي يعلى، وابتدي بقى نتكلم ونرد على بعض بطريقه مش لطيفه، نبتدي نتريق على بعض، ويبتدي يبان ملامح وشنا تتغير كلها، والبادي لانجوج بتاعتنا احنا متنرفزين امم. ومتضايقين. هنا بيبتدي الطفل بقى ايه، الله الله الله، هو ايه اللي حصل؟ هنا في مشكله. صح. تمام. اللقطه اللي قبليها بقى دي بنبه الاب والام ليها، مشكله بالنسبه للاطفال او بالنسبه للطفل. هديكي مثال لطيف قوي عن حوار، يعني بسمعه متكرر يعني نوعا ما يعني، بس انا يعني هدي دي تمثيليه يعني. بنتك سقطت يا هانم، بنتك سقطت يا هانم. مبدئيا احنا لسه بنقول اهو اول جمله، انا سامعه ما اقول لك بنتك سقطت يا هانم، انا عملت ايه؟ اولا بنتك، فما دام سقطت ودي حاجه مش حلوه، انا لزقتها فيكي، دي بتاعتك انت ما عادتش بتاعتي انا. انا بنتي ما بتسقطش، انا بنتي ناجحه. تمام. صح. فانا لزقت الفشل فيكي. خلاص. التون، يا هانم تريقه، يعني سيادتك قاعده ما بتعمليش اي شغلانه، مالكيش اي لازمه في البيت وقاعده هانم، عشان كده البنت سقطت. انا ممكن اطلع 3000 تفسير من الجمله دي يخلي الست تتنطط زي اليو لما تسمعها. صح. بس الست مش هتسكت، هترد على الراجل. وهي بنتي صح. لوحدي؟ ما هي بنتك انت كمان. وبعدين ما انت مش فاضلنا، ما انت بتخلص شغلك وقاعد مسقع دماغك. طب ما تذاكر لها، طالما انك شايف ان مش اذاكر لها ليه؟ هو انت ايه لازمتك في البيت؟ هو انت شغلتك ايه؟ شايفه الحوار بعد ما كانت المشكله في البنت انها سقطت،
المشكله بقت بين الراجل والست في الهويه بتاعته. صح. انت لازمتك ايه في البيت، وانت بتعمل ايه، وانت مسقع، وانت مش عارفه ايه، انتقاد على قله ادب، على تريقه، على عدم احترام. تجاوز من سيبنا جميع النواحي. المشكله الرئيسيه، بالظبط سيبنا المشكله الرئيسيه ومسكنا في طبعا ده له خلفيات كتيره قوي، عشان بس نبقى فاهمين ان ده مش موضوع قصه البنت وانها سقطت خالص. اللي بيحصل ان بيبقى في خلفيات في دماغ الراجل والست، تراكمات، وهي بتطلع في اي حاجه. تمام. فدي ملهاش علاقه بالموضوع. طب احنا بس عشان ننجز في الحته دي، النهارده اي مشكله خاصه بالابناء نركز على المشكله. البنت سقطت، البنت سقطت، ايه الحل؟ الحلول اللي فيها اتهامات مرفوضه، اللي فيها نقد ولوم. اصل حضرتك لو كنت بتركزي معاها اكتر كان زمانها مش عارفه ايه. طب هي لو كانت بتركز معاها اكتر ما عندهاش مشكله، كانت هترجع لك ليه؟ معلش يعني ليه بتتكلم معاك في المشكله دي؟ او ليه النهارده اتعرض عليك المشكله دي عشان تساعدها في الحل؟ طب انت عملتي ايه او ما عملتيش ايه؟ انا ممكن اسال ايه اللي اتعمل وايه اللي ممكن يتعمل بعد كده. طب انت دلوقتي ساعدتيها ازاي فده ما جابش نتيجه، فازاي نقدر نحل ده؟ نجيب مدرس؟ طب اذاكر انا شويه، طب ذاكري انت شويه، طب ممكن نعمل ايه؟ احنا كده خدنا اختلاف او حصل مشكله وحولناها لاختلاف وجهات النظر. هي شايفه ان انا المفروض انت تذاكر لها اكتر، مش عارفه ايه، طب انا ممكن اذاكر لها ربع ساعه، طب انت زي وصلنا لتفاوض. يبقى احنا بنتكلم في اتجاه المشكله، في اتجاه مصلحه ايه الطفل. صح. الطفل حتى لو واقف ورا الباب وبيسمع الحوار، هو سامع ايه؟ حوار لحل مشكلته. بيحاولوا يشوفوا احسن طريقه لحل مشكلتي، مش بيتخانقوا بسببي. وده اللي صح. بيحصل للاولاد مع الاسف، ان هم بيفكروا ان اي مشكله بتحصل للاب والام لو فيها اي حوار ان هم ممكن يكونوا السبب فيه بطريقه او باخرى. ودي من الحاجات اللي ما كنتش فاهماها بصراحه. يعني ليه الطفل بيحس بالذنب وبيحس ان لما يحصل خلاف بين الاب والام هو السبب؟ وبعدين قريت من كام يوم كده مقال لطيف قوي بيتكلم عن النقطه دي. يعني خلاصته ان الطفل بيعتبر الاب والام العالم بتاعه، فهو المسؤول عنه، مش مسؤول هو مسؤول عنه. فلو انا صح. حصل دربها في العالم بتاعي اللي هم الاب والام، يبقى انا اللي عندي مشكله. فعارفه لما فكرت كده انا صعب عليا الطفل. يا نهار اسود ومنيل، ده بيتحط عليه لود رهيب على مخه، يعني اكبر من امكانياته بكتير جدا. زي ما تدي النهارده واحد كي جي 1 امتحان في ثانويه عامه، حل يا ابني. هما بيتخانقوا ليه؟ الموضوع ابسط من كده، مش فاهم هم بيتخانقوا ليه. وبعدين انا والله احل انا الموضوع ده ازاي؟ ويبتدي يحاول تلاقيه بيلطف من هنا. يصعب عليا الطفل لما اقعد افكر هو محطوط في ايه، ويصعب عايز يلطف هنا ويضحك هنا ويعمل. هو عايز الموضوع يتفك وخلاص، العالم بتاعه بيتهد دلوقتي، هو بالنسبه له العالم بيتهد. انما لو صح. النهارده مفيش تون عالي، مفيش قله ادب، مفيش الكلام ده كله، بالنسبه له عادي، نقاش، مفيش مشكله خالص. يطلع بني ادم من جوه متوازن، عارف ان في نقاش، والنقاش ده عادي، الناس بتتكلم وبتعمل غير ما تتنرفز وتزعق زي الفل. صح. ده التأثير الرئيسي من الأب والأم على الطفل. فبالآخر بالنسبة للطفل، الخلافات اللي بين الأب والأم بعيد عن الأطفال. ما عملش إسقاط على الأطفال من فضل. يعني بصي أنا أكاد أبوس رجل يعني وإيد كل أب وأم إن هم ما يطلعوش مشاكلهم على الولاد. يعني الأم بتبقى متعصبة من الأب بتطلع عين الولاد، الأب متعصب من الأم بيطلع عين الولاد. حرام والله العظيم، ده حرام. هم يعني مش مفروض يشيلوا ذنب مشكلة حصلت وهم ما لهمش يد فيها، غير انهم بقوا يعني ذنبهم الوحيد او قصتهم الوحيده انهم ولاد الشخص ده والست دي والراجل ده. فلا النهارده انا متنرفزه متضايقه، ولادي ما لهمش ذنب. لازم افكر مليون مره، انا هتحاسب عليهم على فكره برضو. زي ما في حقوق والدين في حقوق ابناء، فانا هتحاسب عليهم. فما ينفعش ربنا مديني نعمه، ما ينفعش النهارده ان انا افضل اكسر فيها بالمنظر ده. انا حقيقي دراستي نفعتني جامد قوي ان انا بقيت
مدركة لفعلا الكلمة لما اتقال إن الكلمة مسؤولية. يعني الكلمة دي على فكرة من أكتر الحاجات اللي أثرت فيا، كانت كلمة سيدنا الحسن لما قال إن الكلمة مسؤولية، وقالها بعد كده كان قالها من أكتر الناس اللي كنت بحب أسمعهم بيقولوها، كان عبد الله غيث. كان بيتكلم على الكلمة وإزاي الكلمة فعلا الكلمة فعلا بتأثر. وممكن كلمة واحدة، مش ساعات واحد تقول لك أنت قلتي لي كلمة مرة غيرت حياتي كلها. دي حقيقة. فالكلمة، فالنهارده لازم اخد بالي كويس قوي انا بعمل ايه مع اولادي. بقول ايه لولادي؟ صحيح. بقول ايه لاولادي؟ ولادي. انا كده هم قالوا لي. صح. صح والله، انت الحد الوحيد اللي ما تناقشتش معاه في اسم التايتل ولا في اي ديتيلز. اللي انت كنت بتقوليه انا كنت بحطه كده كوبي بيست بس. الحمد لله الحمد لله. طيب، يبقى احنا اتكلمنا في اول محور عن الهوية بتاعت الاطفال وتأثير كلمتنا و... وتصرفاتنا معاهم. وتاني محور تأثير الخلافات الزوجية. طب انا عايزة احل ده. انا ممكن اكون ام دلوقتي بسمعك واب بسمعك ومقتنع بكلامك 100%، وعايز حل. قولي لي ازاي احل. بالنسبه لايه؟ بالنسبه للاولاد الاول. تمام. اكيد، لان النهارده هيبقى المحرك الاول والاساسي في العلاقه الزوجيه بين الزوج والزوجه دلوقتي في وقت الالم مش هيفكر في نفسه، هيفكر في ولاده. هيبقى عايزهم هو محتاج احسن. يفكر. حلو. هو اول حاجه انا محتاجه النهارده افكر ايه اللي ممكن اعمله لما اكون متضايق. دي النقطه الاولانيه، لازم الاب والام يفكروا لما يكونوا متنرفزين ايه اللي يعملوه عشان ما يطلعوش على اولادهم. هايل. ودي كل واحد حر. يعني واحد يقول لك انا مثلا هنزل شويه عشان خاطر كده، الست تقول لك انا هخش اخد دش، هخش اقرا، هخش اعمل اي حاجه، هتفرج على التلفزيون، هطلب منهم يبعدوا عني دلوقتي. وتفر التصرف اللي هي عايزه تصرفه او عايز يتصرفه. اهم حاجه ان اوضح انا متضايقه دلوقتي شويه، سيبوني لما اهدى وهرجع اتكلم معاكم تاني. لازم اوضح ده، وضحه بالراحه من غير خناق. الولاد مش سهله هيستجيبوا عشان الناس تبقى فاهمه، لان الولاد النهارده لما اجي انقلهم ان انا افيلبل 24 ساعه وانا متاحه بالنسبه لهم 24 ساعه، ما ينفعش اجي اقول لهم ايه سيبوني ربع ساعه. هم اصلا انت اصلا متاحه 24 ساعه حتى وانت نايمه. فما ينفعش تيجي تقولي لي لا انا محتاجه ادربهم على ده. هياخد وقت بس في الاخر بيحترموه. مهما خد وقت بيحترموه في الاخر، طالما ان انا بعد ما بخلص الوقت بتاعي برجع لهم رايقه وفايقه وبتكلم معاهم. هايل. يعني اول تمام. خطوه، لو انا بسمع دلوقتي روح وهدى، اول خطوه هعملها علشان اصلح ولادي، لو ده الهدف او ده الكور اللي اي اب واي ام بيسعى ليه وبيحترم، هبقى محتاجه ادور ازاي اعرف اهدي نفسي بعيد عنهم. دي اول واقول نقطه. لهم ده صراحة: انا متضايقة، انا غضبانة، محتاجة اقعد لوحدي وادي لنفسي المساحة دي. وابقى متقبلة ان هم اوريدي هيبقى في ريزيستنس كده في الاول، او هيبقى في مقاومة كده شوية من الولاد، لان انا كنت متاحة وشوية ودلوقتي بقيت ايه بتسرسب من تحت ايديهم كده شوية شوية. دي اول خطوة. تاني خطوة ممكن نعمل ايه؟ حب لاخيك كما تحب لنفسك. الحاجة اللي تقبلي على نفسك ان انت تتعاملي بيها، عاملي بيها اولادك. هتقبلي انك تتشتمي؟ هتقبلي انك تتقطمي لما تكوني في حالة حزن او متضايقة من حاجة؟ هتقبلي ان حد يستهي في مشاعرك ولو انت متضايقة من حاجة قوي؟ هتقبل. اكيد لا. اللي هتقبله اكيد على لا. نفسك اقبله على اولادك. اللي مش هتقبله على نفسك ما تعملوش مع اولادك. هي حلو كده. حاجة تحبه لنفسه، يعني هرجع بقى البوينت دي. فكروا في كل كلمة هتقولها لكم حتى وانتوا غضبانين ومتضايقين. النقطة بقى حلو. الثالثة، لو في النهاردة الانحراف أصلا في تربية الأم والأب. يعني إيه؟ يعني ساعات أم وأب يقولوا لي إيه إحنا اتربينا بالضرب وإحنا مقتنعين بالطريقة دي. مقتنعين بالطريقة دي. تمام. فالنهاردة الدنيا دلوقتي اختلفت، فأنا محتاجة أراجع نفسي. طب أنتوا شايفين لما أنتوا النهاردة أنتوا كنتوا قابلين الطريقة دي؟ قابلين كنتوا تضربوا؟
لا احنا ما كناش قابلين وقتها، بس لما كبرنا فهمنا ان ده كان صح. ايه اللي كان صح؟ ايه اللي كان صح؟ ايه اللي وصلتوا له؟ طب كان ان في طرق ده تانية ممكن الطريقة. توصلوا لها من غير الضرب؟ كان في بس تبقى هو محتاجة اكيد. مجهود اكتر. فانا النهارده كسرت ولادي مؤقتا في سنين عمرهم، وحطيت جواهم حاجه صعبه قوي جوه، وفضلت مترسبه على فكره، ممكن ما تطلعش بس هتفضل كسراهم من جوه. فانت النهارده كسرت ولادك عشان يبقوا كويسين. عشان مين؟ لو هم مش كويسين عشان نفسهم، عايزين كويسين عشان مين؟ سؤال مهم جدا، لازم كل اب وكل ام يقعد مع نفسه ويبقى اونست قوي ويرد على السؤال ده، علشان ما فيش اي اجابة هتخرج مني او منك او من اي دكتور او ثيرابي او كوتش هيساعده على حل المشكلة دي غيره هو. صحيح. صحيح. انا عايز ابني كويس عشانه ولا عشاني؟ ولا عشان يكمل لي احلامي اللي معرفتش احققها؟ ابني ذكي فانا ادخله واطلعه دكتور عشان انا كان نفسي اخش كليه طب؟ لا. انا النهارده بنتي، انا النهارده افتقدت ان انا اتعلم لغات، فبنتي هدخلها 3000 معهد لغات عشان تتعلم لغات والكلام ده كله. انت محتاج تعرف بنتك وابنك عايزين ايه، ومحتاج تدربهم هما ازاي يشوفوا حياتهم واهدافهم باللي هم عايزينه، وتشجعهم عليه، طالما ان هم زي ما قلنا لا بيبعد عن اللي ربنا قاله ولا بيرضي ربنا، تمام، وما بيعملش حاجه تضر بنفسه. بس كده. انا من وجهة نظري ده الفيصل الوحيد. هو ده رمانة الميزان عندنا. بعد كده النهارده والله قرر النهارده ان هو انا عايزه يطلع طب، هو قرر يطلع محاسب، هو حر. هو قرر انه يعمل مش عارف، هو حر. طالما ان هو ماشي بما يرضي الله، ما بيعملش حاجه تغضب ربنا، ما يعمل. ليه لازم يمشي على تراك؟ اصل انا شايفه احسن منه، انا شايفه المستقبل. والله انت ليك النصيحه، انت لا، كأب والجملة كأم ليكوا الأعظم اللي النصيحه. الجملة الأعظم اللي ضيعت أجيال ولسه اوريدي بتتكرر: أنا عارف مصلحته فين. بالظبط كده. صحيح، ممكن الأب يبقى له رؤية ورؤية عظيمة كمان، والأم يبقى ليها رؤية ورؤية عظيمة كمان، بس هي ما عليها إلا السعي. هي ممكن توجهه بس مش تفرض عليه. يعني النهاردة أنا عايزة أخش أدبي، طب أنت هتخش أدبي عشان إيه؟ مش عارف. مادام مش عارف يبقى هو محتاج يعرف. مش هقول له خلاص يبقى تخش علمي. لا، هو مش عارف. هو مش عارف عايز يخش أدبي ليه، بس واضح إنه مش عايز يخش علمي. فهو محتاج يعرف هو مش عايز يخش أدبي ليه، وهو عايز يخش علمي ليه، ولا هتفرضي عليه ده ولا هتفرض عليه ده. بس. فالنهارده انا محتاجه النهارده لو انا عايزه اطلع في الاخر بني ادم سوي، مش عايزه صح. اطلعه بني ادم ماشي في التراك اللي انا حطيته له. بصي يا حبيبي تعالى تخش الكليه دي، هتدرس، هشغلك الشغلانه الفلانيه، بص وهجوزك البنت الفلانيه وتخلف عيالك، وانا هقول لك ازاي تربيهم كمان. فانت بقيت زي الانسان الآلي، او مالكش اي نوع من انواع التاثير في اي حاجه، ومالكش هويه، مالكش حياه. انت ماشي زي ما الكتاب بيقول، زي ما بابا وماما قالوا لك. عشان مفيش مينينج، مفيش مفيش معنى قيمة لحياته ويضيفها، والفترة دي في حد ذاتها اتدمرت واتشوهت. على فكرة وده نوع اختيار ونوع موجود ونوع وارد ان هو يكون موجود. بس احنا هنا بنتكلم على لما يطلع في الاخر شخصية مش سوية وعندها مشاكل كتير، لازم نرجع نشوف ايه اللي حصل وانا صغير. النقطة بقى الأهم، ودي بقى ال- ال- اللي محتاجين ان احنا بقى يعني نفوكس عليها، لان دي اللي بشوف بيدفع ثمنها الابناء عامة. المحور الثالث بتاعنا اللي هو ايه؟ اوه. النهارده حلقة شائقة وشائكة ومميزة ومثيرة. المحور الثالث يا جماعة هو تأثير الانفصال أو الطلاق بمعنى أدق على نفسية الأطفال وعلى سلوكيتهم وعلى شخصيتهم. اه طبعا احنا اتكلمنا في يعني النقطة دي كتير وحاولنا نلاقي لها مخرج، بس مش لاقيين لها مخرج، فاحنا هنقولها زي ما هي. هو ربنا سبحانه وتعالى اللي هيخرجنا من ده كله، خرجنا منه ان شاء الله كلنا على خير. ايوه هو الطلاق. الطلاق ده كلمة يعني
مش عارفة، أنا يعني بحس إنها حاجة صعبة قوي، رغم إن أنا عمالة بتفرج دلوقتي قد إيه ناس مستسهلاها. نتطلق 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 نتطلق، وفرحانين بيها وفاكرين إن ده آه، دي حاجة كويسة جدا، دي أحسن حاجة عشان ربنا الوضع سبحانه اللي إحنا وتعالى فيه. ربنا سبحانه وتعالى يعني مش محبذة ان ابغض الحلال عند الله الطلاق يعني. مش حاجة حلوة، بحسها هو مش حاجة فعلا حلوة، وخصوصا لو سبب قهري وقوي. يعني ربنا محدد كمان الأسباب، ما ينفعش ناخدها كده، بس هي فعلا احنا واخدينها كده دلوقتي. مع الأسف، مع الأسف. فالنهارده بس مين اللي بيدفع بقى تمن ده؟ أنا النهارده لو اتنين اتجوزوا واتطلقوا ما فيش أطفال، ماشي، يعني خلاص هما الاثنين بيتدمروا على فكره. عشان بس يبقى فاكره الناس ان طالعين من الطلاق دول الراجل والست زي الفل، لا حضرتك، الراجل متدمر والست متدمره، الراجل متدمر في رجولته والست متدمره في انوثتها، لان كل واحد منهم بياخدوا الطلاق بشكل مختلف، بس الاثنين طالعين خسرانين من الاخر. انما اللي بيخسر اكتر الابناء. لو ايه، ما هو الطلاق برضو زي اي وضع، يعني مش محبذ ومش محبوب، بس هو وضع. فالنهارده ما دام الوضع ده موجود، اكيد له الجانب الكويس والجانب الوحش. الجانب الكويس ان بيحصل طلاق عشان خاطر في خلافات مستمره وبقت العيشه لا تطاق، فبالتالي الولاد لما يفضلوا ينشأوا في بيت كله مشاكل وخناقات وقله ادب وعدم احترام، انا كده بدمر الطفل في كل قيمه وفي كل حاجه، وانا ماشيه كده ايه بالراحه كده كل يوم. فالطفل بيطلع متدمر نفسيا تماما. البيت موجود بس كله هش، موجود من بره بس من جوه هش. تمام. فبنقول الحل الطلاق، لان الست والراجل يبعدوا عن بعض. طب المشكله دي اما حصلت ما كانتش مشكله بنويه ولا مشكله خاصه بالعيال، الراجل والست اتطلقوا عشان مشاكل بينهم هما. اموت واعرف ايه ذنب العيال يشيلوا قرف الام والاب طول الوقت عشان خاطر الاب والام اتطلقوا؟ ليه؟ ليه؟ كان الأب بصي، والأم بيستخدموهم أسلحة، ده سلاح ما هي يضربها دي بيه، النقطه ده بقى. تضربها حلو. النهارده بصي، يعني بيصعب عليا الاب والام قد ما ببقى متغاظه منهم، لان ببقى عارفه النهارده ان هم الام النهارده بتستخدم سلاحها ولادها سلاح، بتبقى محروقه من جوه. هي عايزه تقول لهم باباك وحش، صحيح، لا بس مش وبيتقال. صحيح. ومش صحيح، صحيح ومش صحيح. ليه بقى؟ هو صحيح ان جوزك مش كويس معاكي، بس مش باباهم، مش باباهم. لان ممكن يكون الاب كويس جدا مع اولاده بس مش طايق الست. في كيسز مش طبيعيه. على النقطة دي، حتى النقطة دي يا هدى اسمحي لي، آسفة لو بقاطعك، بس هقول النقطة دي ممكن يبقى الأب كويس مع الأطفال، لأن دي نسبة قليلة أنا وإنتي بنشوفها في الجلسات بتاعتنا وفي شغلنا، إن الأب بيراعي ربنا في ولاده حتى بعد الانفصال. لأن في حالات النسبه الاكبر انفصال، لا. بالظبط، إن في النسبة الأكبر في حالات الانفصال، شيلي ليلتك، انتي مش ايوه بعتي بالظبط. ورميتيني ومش مستحملاني، هتجوز ست صحيح. ستك مالكيش دخل بيا والبسي عيالك بقى. على فالنسبه الاكبر فكره، اللي انا شايفاها في شغلي ان الاب ممكن يبقى اوريدي مؤثر قبل الجواز ومؤثر بعد الجواز، ورغم من ذلك الدنيا ما بتبقاش احسن حاجه مع الاب، عشان بس ما بص يعني، نحطش لا، كل ما الصفات. احنا مش هينفع النهارده نحط النهارده الناس اللي مش عايزه تصلح وعايزه تفضل ماشيه راكبه شيطانها، دي مش هنعرف نتكلم معاها، دي شيطانها ممشيها صح. خلاص. فدول النهارده الى ربنا يا رب يهديهم ويرجعهم كده لعقلهم ورشدهم، ويبتدوا يشوفوا حق ربنا فين. احنا بنتكلم دلوقتي على الاب والام اللي سرقاهم السكينه، بس النهارده قلبهم على الولاد. لان الجانب التاني ده حتى وان بلغ دلوقتي النسبه الاكبر لاي سبب، او انا مش هقول لك النسبه الاكبر، لان ممكن يكون ده النسبه الاكبر اللي انا طافحه على الوش. يعني لا، في اهالي كتير قوي مستحمله وبتراعي اولادها والكلام ده كله، بس انا بتكلم الطفح على الوش دلوقتي اللي هي المشاكل، وده اللي عشان دايما الناس بتحب تتكلم في المشاكل وتعرضها، فبتلاقي نسبه المشاكل طافحه اكتر. فعلا صح. فالنهارده دول اللي بيرازوا بعض،
ايه صح. دي بقول لك النسبة اللي الأعلى اللي بيرازوا بعض بتتكلم كتير، دول أنا معاكي. بالظبط. فده اللي بيرازوا بعض دول وشطانهم راكبهم ومش فارق معاهم الاولاد ولا فارق معاهم اي حاجه، دول بقى ايه ربنا ان شاء الله يتولاهم ويهديهم ان شاء الله ايه سواء السبيل يعني. تمام. انما اللي احنا بنتكلم دلوقتي على اللي هم سرقوهم السكينه وقلبهم على اولادهم. فالنهارده محتاجين يفصلوا، ومحتاجين النهارده عشان ناخد آه، اطلع اولادي اسويه، وده الغرض. انا اتطلقت ليه؟ اتطلقت عشان العيشه بقت مستحيله، وولادي طالعين في بيئه مش سويه. مش ده غرض الطلاق الاساسي؟ خلاص يبقى انا النهارده اتطلقت، فالموضوع انتهى كده بيني انا. بالنسبه لي العلاقه خلاص كده ما عادتش ايه فيها موجودة. مشكله. خلاص. انما بقى النقطه الثانيه بقى ولادنا لا مكملين معانا حضرتك، وحضرتك مكملين معانا، الولاد مش هيروحوا في حته. فمحتاجين النهارده ان احنا نفكر مليون مره، انا عايز الولاد دول يروحوا فين؟ هيطلعوا اسويه؟ يبقى انا النهارده مش هتكلم على الام كلمه غلط، والام مش هتكلم على الاب كلمه غلط. هي أول متضايقه، رول. يس، يس، لانه رمز. هو ما عادش جوزها وهي ما عادتش مراته، هي ام الاولاد وهو ابو الاولاد. هايل. فانا دي محتاجه مش هحط عليها 3000 خط. انا النهارده انا عارفه ان انا مقدره الست بتكون متضايقه ازاي والراجل بيكون متضايق ازاي ومحروق ازاي. والنهارده على فكره في النهارده ستات تصرفاتهم مش مظبوطه، في النهارده رجاله تصرفاتهم مش مظبوطه، بس لو هممهم العيال هي دي اللي هتبقى محور التركيز بتاعهم. لو مش صح. هممهم خلاص احنا قلنا هنرمي دول، ملناش دعوه بيهم. انما صح. احنا بنتكلم على اللي هممهم العيال. يبقى النهارده اول حاجه مهما كان انا عارفه انت متضايقه قد ايه، روحي فضفضي مع صاحبتك، فضفضي مع مش عارفه مع مين، اتكلمي مع حد متخصص. بس ما فيش داعي انك تقعدي ابوك وابوك وابوك لان ابوهم اكشلي معاهم اب كويس. العلاقه دلوقتي ابوهم بيهم علاقه اب، مش علاقه زوجيه. عمل فيا علاقة وعمل فيا. أبوية. هو ممكن يعمل فيكي كل البلاوي بس ما يعملش فيهم حاجه. بالعكس، ده ممكن يعمل فيك انت وهم يبقى حنين عليهم جدا. ف ما... ما... فالنهارده طالما انا نيتنا الولاد يبقى انا هركز على ان النهارده ما فيش كلمه غلط. النهارده في اب وام ممكن يقعدوا يتكلموا يعني يتفاهموا على حاجات بالنسبه للولاد، وفي اب وام ما عندهمش سعي يتفاهموا. انا رايي في الاقتراح ده النهارده لو هم قادرين يتفاهموا مع بعض ويشوفوا مصلحة الأولاد بمنتهى الأدب والاحترام يبقى زي الفل. ده أحسن حاجة الوضع ده. ما كانش يبقى هايل. يلجأوا المتخصص أو يلجأوا لحد حكمه عادل يكون لهم سلطة عليهم هم الاثنين زي كبير العيلة يعني. أيا كان في ناس أصلا ما بتحبش تروح من المتخصصين أهليه تقول لك وحكم من أهلها. أنا بره. أمم؟ بقول حكما من أهليه وحكما من أهلها. بقى ايا كان يعني اللي يروح. طبعا انا دايما في الحته دي بقى عشان يبعدوا خالص انا بفضل الفتره دي متخصص. ولما يروحوا المتخصص يراعوا المتخصص ده رايحين له يكون يعني نوعا ما يراجعوا زي ما هما بيدرسوا اي حاجه يدرسوا برضو ويكونوا قروا عن الموضوع ده. لازم اعمل شويه مجهود اقرا عن الولاد بعد الانفاق عشان النهارده بيجي مثلا اللي بيحصل ايه. الولاد لما بيحصل طلاق غصب عنهم مثلا ايه في منهم بيجي لهم سلوك عدواني، بيبقوا عدوانيين جدا وارد طبعا. وبيبقوا قلة الادب ومتنرفزين. اللي بيحصل ايه من الام اب مش كفايه اللي احنا فيه، احنا ناقصينك انت كمان، ويفضلوا يلوموا فيه ويلوموا فيه ويلوموا فيه وعايزينه يظبط. على فكره هو ده مش بايده، هو ده رد فعل لان هو العالم بتاعه اتدمر يا جماعه. انا العالم بتاعي اتدمر كله من اوله لاخره. انا هدولي بيتي، هدولي بيتي، انت جايين بتقولوا لي ايه هدولك بيتك بس شوف فيه والله العب بالكوره في الخرابه. انا مش عايزه العب بالكوره، انا عايزه اعرف بيتي يتهد ليه اصلا. هو مش فاهم، فهو محتاج يفهم ومحتاج حد يقعد معاه يتكلم معاه ويعرف السلوك ده يستوعبه وياخده في حضنه. لان النهارده السلوك العدواني ده ظاهره، ده عرض، مش هو سلوك عدواني. مش هو بقى وحش. انت بقيت وحش ليه؟ وحش ليه؟ انا بتنرفز زماني ايه كده، انت بقيت وحش ليه؟ بقيت وحش ليه؟ الولد عادي بتنرفز يعني عارفه ساعات تستغربي
والله يعني بستغرب اسمع الحوار كده. انا بس بقى كده انا ما عدتش هحبك، يخرب بيت اللي مش عارفه ايه. يعني ما عدتش هحبك؟ يعني انت النهارده لازقه حبك لابنك بتصرفاته؟ الولد ده يطلع شكله ايه؟ يعني انا ما اتصرفتش وحش، لو اتصرفت كويس في نظر ماما هتحبني، ما اتصرفتش كويس ما بتحبنيش. يا حلاوه، انت مش ايوه، ما هو ده بتهدي الامان الكونديشن اللي الله جواك. اللي بيدمر ثقة الاطفال بنفسهم، ان انا محبوب لشرط ما. انا مش محبوب زي ما فالنهارده انا محبوب بالشرط. بس فانا محتاجه عشان ارجع ده اعمل ايه بقى؟ لا، انا احبه زي بحبك ما زي هو. ما انت بالظبط كده. النهارده في تصرف، ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي زعلك؟ طب ايه اللي تحبه؟ طب ايه؟ وعلى فكره وممكن الولد يبقى جواه مش عارف يعبر، ودي اصعب. ودي اصعب حقيقي. اللي انا ما بتعرفش تعبر دي اصعب مليون مره من اللي بتعبر. لان ده بيبقى كله عارف، زي عارفه الاعصار جوه عمال يلف، ومش مش عارف يلاقي مخرج. لان هو هو في اعصار، فالاعصار اكبر منه مليون مره. فهو عارف عمال يلف، بس اللي هو ايه، مش عارف اطلع منه. فمحتاج صح. حد يخرجه. مين اللي هيخرجه؟ ابوه وامه. زي ما دخلوه يخرجوه. صح. بس. انا مش عارفه اقول لك ايه. على ايه حاجه. يعني انا موضوع ساك كنت خايفه افتحه، ومش عارفه افتحه ازاي، وعايزه يبقى مش كبير وما فيهوش تفاصيل كتيره، بس عايزه الناس تستوعب كل مشكله وكل تحدي وكل ازمه احنا بنمر بيها في رحله التربيه مع اولادنا، شئنا ام ابينا، ليها تاثير على اولادنا. صحيح. ومن اكبر المشاكل اللي احنا بنمر بيها في شغلنا، ويمكن اوريدي اتحصلت في النقطتين اللي انت اتكلمتي فيهم النهارده، وبجد بشكرك وممتنه ليكي عليهم، لان انت وضحتي تفاصيل كتير قوي كان نفسي توضح. تاثير الخلافات الزوجيه، الخلافات مش هقول اختلافات لان احنا وصلناها لخلاف، وتاثير الطلاق والانفصال ما بين الاب والام، وان احنا اوريدي بقينا مستسهلين فك الرباط المقدس اللي بيبقى بينا. اللي قايم على الموده والرحمه. دي حقيقه. ف فمحدش يقدر ينكر ان الحياة الزوجية فيها ستراجلز كتير، بس هي الفكرة كلها في ان احنا محتاجين نتعلم ازاي نعرف نحل اختلافاتنا من غير ما توصل لخلاف. صحيح. صحيح. احنا لو والله العظيم لو اتعلمنا فن مهارات التواصل مع بعض بإنسانية وبرحمة وبرفق، لا، هنوصل في حتة تانية خالص. وهقول نقطة مهمة جدا مش عارفة الناس هتفهمها ازاي، انا هقولها: العلم من غير خبرة واقعية مش بيبقى محسوس، مش بيبقى له طعم. هو نظري، هو نظري، نظري مع الاسف. اكشلي يعني انا مطلوب. النهارده انا بحمد ربنا، انا بحمد ربنا وبشوف ان فضله عليا كبير. ان لولا ابتلاءات كتير عديت بيها هي اللي وصلتني للي انا فيه. و... وهي اللي خلتني نوعا ما افهم مشاعر ناس كتير قوي، واحاسيس ناس كتير قوي. لما تيجي تتكلم عن هي ببقى عارفه اللي هو ايه. I've been there before. انا كنت هناك مره في نفس اللقطه دي. ف فعلمتني من اهم الحاجات اللي علمتني ما استهيفش مشاعر حد وما استخفش بيها. الناس كتير قوي تيجي تقول لي انا هقول لك على حاجه هايفه ضايقتني، اقول لهم معلش ثانيه واحده، هي ضايقتكم؟ قبل ما يبتدوا كلام ايه اقول لهم يبقى مش هايفه، لان لو هايفه ما كانتش ضايقتكم. بس هم مسبقا خايفين من حكم الناس عليهم. بس. انا معاكي، بس اه. و... هو اللينك مقطع. م- اه مكالمة مهم. آه انا مستوعبة كل كلمة اتقالت وحاسة بيها جدا، و...
وفخورة بكل الخبرة والدراسة اللي أثقلتك يا هدى، لدرجة إن أنت بتتكلمي بريفرنس قوي، دنيوي وديني وعلمي. فإحساس بإن أنت وأنا بتكلم معاكي في كومبو كده، أنت لميتيه كله، منهج حياة لميتيه كله في لايف. والله إنه ده لو فضل ربنا حد سبحانه وتعالى، والله والله يا روح. يعني أشهد ربنا على ده، إن ده فضل ربنا سبحانه وتعالى أولا وأخيرا في كل كلمة بقولها. ده ربنا سبحانه وتعالى. يعني توفيقي حتى في كل حاجة خدتها، توفيقي في كل كلمة بقولها، توفيقي إن أوصل حاجة لأي حد إن شاء الله فضل ربنا سبحانه وتعالى أولا وأخيرا عليا يعني. ربنا آه، ينفع بيكي بجد يا هدى، بس هقول جملة مهمة جدا. اللي عايز يتعلم ازاي يقدر يظبط اختلافات وجهة نظره، ما يحولهاش لخلاف مع شريك حياته، وما يوصلهاش لمرحلة فيها انفصال أو طلاق، لو لسه في فرصة ولسه في رصيد، هستخدم جملتك، لو لسه في فرصة ولسه في رصيد، استغل ان انتوا تبنوا مش تهدوا. صحيح صحيح. فأنا ممتنة جدا جدا أيوة. للقائنا ده، وفخورة بيه جدا، وانا استفدت منه وكان رسالة ليا، وانتي كنتي رسالة ليا في طريقي. ساعدتيني اشوف الامور بطريقة مختلفة، لان انا برضو بمر بستراجلز وتحديات، سواء اذا كانت اسرية، تربوية، زوجية، مهنية. كنتي بالنسبة لي في لقطة من اللقطات كده، زي شعاع نور، عارفة اللي بيبقى ماسك تورش كده او لمبة كده وبينور يقول لك الطريق هنا ده. ف... فضل. فأنا ممتنة لوجودك في الفترة دي في حياتي، وممتنة للقاء ده، لأنه أنا شايفة إنه مش مجرد لقاء، لا، هو منهج حياة محتاجة الناس تتبعه. فيا رب يا رب دايما دعوة حلوة بدعيها لكل الناس اللي بحبها وقريبة من قلبي، وانتي أولهم. ينفع بيكي ربنا دايما يخليك يا يا رب، ويحسن ما بين ايديكي حبيبتي. ويستخدمك ولا يستبدلك. امين يا رب العالمين، امين حبيبتي امين. انا سعيده جدا جدا والله يا روح، وسعيده انك انت اتحتي لي الفرصه ان يعني ان الواحد يقدر يقول حاجات لمها الفتره اللي فاتت. وعايزه يعني انا كنت بقالي فتره بدعي ربنا، اقول يا رب انا نفسي الكلام ده يوصل لاكبر عدد من الناس، عشان يعني الناس تستفيد بيه. ويا رب يا رب ان شاء الله اقدر اكون ممكن حد يستفيد بحاجه من الحاجات دي. وطبعا انت لو ان شاء الله باذن الله لو في اي اسئله اتسالت لك ولا اي حاجه ابعتي لي وهرد لك عليها على طول، بحيث ان الناس تبقى برضو عارفه. لان في حاجات ساعات بتبقى غصب عن التطبيق العملي بتاعها فيه مشكله، ودي اللي انا مدركاه. عشان كده حتى انا لما بعمل اي حاجه ورك شوب او كورس او كده ببقى مركزه قوي على التطبيق العملي. لان الناس الكلام سهل، النظري حلو قوي، الكتب اللي مليانه كلام نظري زي الفل، بس اطبق ده ازاي؟ دي مشكله الناس على فكره بنسبه كبيره. عشان فانا كده سعيده دايما جدا بحب يعني. اعيد وازيد واقول ان احنا نلجأ لمتخصص احنا واثقين في وجهة نظر، في خبرته، في علمه، عشان يساعدنا ان احنا نبقى احسن صورة مننا. انا واحدة من الناس يا جماعة، لما بقع في اي مشكلة انا بستعين بالناس المتخصصة في مجالها، ومش عيب ومش غلط ومش حرام ومش حاجة تكسف. بالعكس، انا واحدة من الناس اهو بساعد كل الناس في تربية ولادها. لما بمر بمشكلة بروح لاصحابي ولزمايلي، لان حقيقي انا مش هعرف اكون حيادية مع ولادي. ف... صحيح صحيح. ف... فاللي هيبقى شايف ان عنده مشكلة في بيته مع شريك حياته، متخيل انه ممكن يقدر يحلها لوحده، جوه هيد. لو انت عندك الامكانيات ولسه في رصيد، جوه هيد. الدنيا مخلخلة ومش عارفين تظبطوا الأداء، دوروا على متخصص يظبط لكم الدنيا دي سوا، لأنها تستحق ما تستنوش أحسن ما تستنوش وأعظم. لما الرصيد يخلص. بالظبط. ما انا عشان كده قلت لك هستعين بكلمتك، لان دايما انت اه. دي كان دايما بتقوليها لي، طول ما في رصيد كملي. مم. هقول كلمة مهمة جدا وهقتبسها برضو منك يا هدى: أفضل وأعظم وأقوى استثمار شفته حاجة
اللايفات اللي بالنسبة لي كان فيها خوف جوايا وانتي كسرتيه. الحمد لله، هذا من فضل الله فعلا، فضل ربي والله، الحمد لله. ربنا ينفع بيكي يا رب ويستخدمك ولا يستبدلك ويحسن يا رب دايما ما بين ايديكي. آمين يا رب العالمين حبيبتي، أنا سعيدة جدا، وإن شاء الله نتقابل في لايفات مقبلة بإذن الله، ونكون مواضيع برضو شيقة كده إن شاء لازم، انا مش هسيبك، انا مش هسيبك. الله، بإذن الله حبيبتي، بإذن الله. اتمنى عنك كل خير وفي امان الله ورعايته. مع سلامة الله. باي باي. مع السلامة، باي باي.